طب الاهانه دي هي اللي كان فيها كلام، انما اكرما ما فيهاش كده. قال له لا، ما انتش فاهم، لانه قال في الاثنين اذا ما ابتلاه، فكأن الايتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش. مش لما يديك النعمه تبقى هي، لا، تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والثانيه برضه ابتلاء، اذا ما ابتلاه واذا ايه، اذا ما ابتلاه. اذا فالاعطاء والمنح لا يقاس بوقت العطاء والمنح، انما بتوفيقك انت في متطلبات العطاء ومتطلبات الايه، المنح. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادالوش فقال ربي ايه. قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين، لا انت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي اعطيها دليل الاكرام، ولا النعمة التي اسلبها دليل الاهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل اكرام وانت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحط على مش عارف ايه، وتاكلون التراث اكلا. لما تبقى نعمه ايه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون، وانت ما تفتكرش انني اهنتك، لا، ده اني لم اعطي لنفسك الشريره وقود تستعين به على معصيه الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه، ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني حبيت يعني ابسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه وذريته كمان الى ان تقوم الساعه. انما انتم مش مأمونين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول وكان الانسان قطورا. وليه كان الانسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه؟ والامساك عشان ايه؟ ام قال لك لان الانسان ذاتيته هي الاصل ونفعيته الذات هي الاصل. حتى في قضايا الدين، قضايا الدين نقول لك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. في ظاهر الامر انه بيؤثر الغير على نفسه، لا، ده هو بيبص للي جاي. تبقى نفعيه ولا مش نفعيه؟ يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، اعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ اذا فاصل الذات العمليه الدينيه حتى عمليه ايه؟ ذاتيه، في نهايه امرها ذاتيه. ولذلك الناس اللي يقول لك يا اخوان ده الايمان ده انانيه. انانيه يعني انا بحب الايه؟ بحب الثواب لنفسي، وعايز كل واحد كده اخد اني منه سواء. تبقى انانيه ولا بس انانيه في ايه؟ انانيه عاقله، انانيه في الباقي، انانيه في النافعه. قبل ان تاخذ تعطي، قبل ان تاخذ. شوف الانانيه استغلت في ايه بقى عشان تاخد دي، تبقى تعمل ايه؟ تبقى تدي دي. الله، طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجه الى يد ولا عليا ولا سفلى ولا الى اخره. قال لك لا، ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل في الانسان ميزان الايمان. ليه؟ ويخليه ابن اغيار. يعني ما فيش حال ايه، لا قوه تدوم يجي بعدها ضعف، صحه يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد. ليه ابن اغيار؟ قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجه ولا هينال من الله حاجه، انما المهم صيانه الناس من مين؟ من غرورك. كلا ان الانسان ايه؟ لا يطغى ان رآه استغنى. نقوم نعمل ايه؟ نقول له ده انت ابن اغيار. وابن اغيار افهم انه كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتيه فيك. ما تستعلاش لانها ما هي ذاتيه، لانها لو ذاتيه ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتيه. اذا هو بيعمل ايه؟ بيهذب الناس لاجل الناس، ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. الحق سبحانه وتعالى احنا عندنا الخزائن، وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مرة واحدة، ولكن احنا عندنا ايه؟ بدنا يثبت لكم انكم ايه؟ ابناء وغير، وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ ام قال لك ان الانسان رتابة النعمة، لما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الانسان يمكن ينساه. ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول يا عيني، وقبل كده ولا افتكر. طب حد يفتكر مثلا سنانه لما ديرس وينقع عليه؟ الله. اذا فقد النعمه هو الملفت للنعمه، فقد النعمه هو الايه؟ الملفت للنعمه. احنا كنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا كان انسان قام يتوضا كده وما لقاش ميه في البيت، يقول له يا تشوف المحبس احسن يكون محبس البيت مقفول. يقول له يا سيدي محبس البيت مفتوح. طب شوف المحبس العام بتاع الحاره، محبس الحاره مفتوح. شوف بتاع الاسم محبس، ويقعد يسلسلها لحد فين؟ لحد ما يروح للبابور اللي بيطلع الايه؟ الميه. يقول له والله اصل البابور ما طلعش ميه مفتوح، هاتوا وصلح البابور، والله ده الماء بقى غائر ما فيش ماء. يقوم يقول يا رب الله، بقى ابتدي في ايه؟ يوم يفتكر. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المساله دي من رحمته بنا عشان ما ننساش. عشان ايه؟
ما ننساش. الله